بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبابي في الله، طبتم وطاب نهاركم وأسعد يومكم بالخير واليمن والبركات. إن شاء الله تكون جميعكم بألف خير وصحة وعافية وسلام وأمان إن شاء الله تعالى. معنا أحبابي في الله كما عودناكم وجمعنا لكم وتواترت عندنا بعض الرؤى الجميلة المبشرة الخاصة بإمامنا وسيدنا وقائدنا وحبيبنا الإمام المهدي المنتظر عليه السلام، وقرب إصلاحه وبيعته وفرج الأمة الإسلامية به إن شاء الله تعالى. نبدأ على بركة الله مع الرؤى، والرؤية الأولى بعنوان سيدنا جبريل راكبا حصانا لقتال الكفار. يقول الرائي: السلام عليكم، حلمت أني أقص رؤيا على أخي اسمه يونس، فقلت له بأني حلمت أني رأيت سيدنا جبريل عليه السلام نزل من السماء وهو راكب حصانا لقتال الكفار. الحصان لونه أحمر غامق وشعر ذيله وظهره أسود. وانتهت الرؤيا. أما تأويلها: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الرؤيا مبشرة جدا بأن الله عز وجل سيرسل جبريل ليقاتل إلى جوار المهدي عليه السلام حين يخرج، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك معنا رؤيا أخرى جميلة، الرؤيا بعنوان صوت من السماء يأمر جبريل. يقول الرائي: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رأيت في الرؤيا أن صوتا قادما من السماء وهو صوت رب العالمين يأمر سيدنا جبريل أن ينزل الرسالة إلى الأرض. وانتهت الرؤيا. أما تأويلها: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الرؤيا تتحدث عن قرب تكليف المهدي عليه السلام والإذن له بالخروج والنصر من الله عز وجل. كذلك معنا رؤيا أخرى جميلة، والرؤيا بعنوان القمر وعلامات الساعة. يقول الرائي: أنا حلمت أني أنا وأمي نطل من النافذة ورأينا القمر كبيرا وقريبا منا في النهار، وكان الطقس أصفرا قليلا، فقالت لأمي إنها من علامات الساعة، وأنا قلت لها درجة الحرارة في السعودية 99 درجة. وفجأة بدأ القمر يتشكل بداخله مراحل نمو الجنين، يعني من مضغة إلى علقة إلى آخره. وانتهى الحلم. أما تأويلها: نسأل الله السلام. الرؤيا تتحدث عن تسارع الأحداث لخروج المهدي، فمع بداية الفتن يكون المهدي يعد له حتى يخرج إن شاء الله تعالى. كذلك معنا رؤيا أخرى جميلة، الرؤيا بعنوان جئتكم بالقلم. يقول الرأي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واقفا وغاضبا جدا وبيده قلم، ورفع يده ويقول: جئتكم بالقلم، ولم يفعل به لا المسلمون ولا المسلمات. وانتهت الرؤيا. أما تأويلها: إخبارية عن المهدي عليه السلام وأنه سيحاجج الناس كلهم بالدين عندما يخرج، والله تعالى أعلى وأعلى. كذلك معنا رؤيا أخرى، والرؤيا بعنوان يوم القيامة والأقمار. يقول الرأي: حلمت أن يوم القيامة وقعت، وكان في قمر بالسماء ظاهر نصه، وفجأة فتحت السماء وسقطت 4 أقمار الأرض، وأنا تعجبت من قدرة الله. طلعت أعلى المنزل، تعجبت من جمال الشيء، وجلست أذكر الله وأوحده وأذكر أهلي بذكر الله وقدرته على هذا الفعل. وكانت نصف كل قمر فيه مثل الأدراج، على أساس الناس يدخل داخل الأقمار ويبعث للسماء علما أن الموقف ما كان مخوف بل جميل. وانتهت الرؤيا. أما تأويلها: إخبارية عن المهدي وبداية ظهوره وإرسال الله وزراءه لمساندته ونصرته واتباع الناس لهم وفوزهم من يصدقهم من الناس.
كذلك معنا رؤية أخرى، رؤية بعنوان المهدي يساند الجن ويحارب الدجال. يقول الرأي: رأيت بئرا عميقا في الصحراء، وفي قاع هذا البئر كنزا ثمينا، وحول هذا البئر عدد كبير من الجن لحراسته، وفجأة جاء الدجال ومعه عدد كبير من الشياطين، وساوم الدجال الجن الذين يقومون بحراسة الكنز على أخذ الكنز فرفضوا، فقامت بينهما معركة كبيرة. ثم وجدت المهدي يساند الجن ويحارب الدجال وجنوده بسيفه بقوة غريبة، وانهزمت الشياطين وفر الدجال. وبعد انتهاء المعركة لم أجد المهدي، فكما ظهر فجأة اختفى فجأة. وانتهت الرؤيا. أما تأويلها: الرؤيا مبشرة بمساندة الجن المسلم للمهدي عليه السلام حين خروجه والوقوف معه ومحاربة أعدائه. كذلك معنا رؤية أخرى، رؤية بعنوان المهدي يتبعه حي ووليد. يقول الرأي: رأيت هاتفا في المنام يقول لي 4 أشياء لم أذكر سوى 2 منهما، أن المهدي عليه السلام يتبعه حي ووليد. وانتهت الرؤيا. أما تأويلها: تتحدث عن أول من يتبع المهدي وينصره شايب وشاب، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك معنا رؤية أخرى جميلة، ورؤية بعنوان أظهروا المهدي وبايعوه. يقول الرأي: لم أستطع النوم من شدة حزني على ما يحصل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فدعوت الله عز وجل أن يريني ما يبشرني، ولله الحمد رأيت التالي: رأيت أن بلاد الحرمين بلا أمير، فخرج رجال من بطن مكة فأظهروا المهدي وبايعوه، وكان عددهم قليل والناس منبهرين من ذلك. ثم إن المهدي زار الكويت في موكب متواضع كله سيارات ومجاهدين، ثم زارني في بيتي واستقبلته عند الباب، وكان مبتسما فرحا برؤيتي. وانتهت الرؤيا. أما تأويلها: مبشرة أن الأمور تمهد ليخرج المهدي عليه السلام قريبا، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك معنا رؤية أخرى جميلة، رؤية بعنوان الأمة تستعد للولادة. يقول الرأي: رأيت رؤيا أني في مكان مكشوف، ولكن ليس مصر مبانيه مثل فلسطين أو هكذا، ورأيت امرأة يحضروها للولادة ومعها شيخ يرتدي عمة كبيرة، وهذه المرأة سنها صغير، وأني أقف بمكان أعلى منهم وأراهم وأراها وهي تتكلم، وأحزن بسبب ذلك. وسمعت صوتا ينادي في أذني لم أراه أن الذي سوف يولد هذا رسول. وانتهت الرؤيا. أما تأويلها: إن صدقت الرؤيا فإن الأمة الإسلامية وما تعانيه وأهلها من ظلم شديد أحد المحرضات لخروج المهدي عليه السلام. كذلك معنا رؤية أخرى جميلة، رؤية بعنوان نجمتين بالطائف. يقول الرأي: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رأيت بمنامي وكأني أنظر للظلام حالك، وإذا بنجمتين تظهر بالظلام، وأسمع صوتا يقول: هذه نجمتان بالطائف، أحدهما حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتهت. أما تأويلها: إن صدقت فإنها تبشر بظهور المهدي عليه السلام إن شاء الله تعالى ووزيره بصحن الكعبة قريبا. أما الرؤية الأخيرة، الرؤية بعنوان السماء مكتوب فيها قرآن. يقول الرأي: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: رأيت في المنام أني أنظر إلى السماء، والدنيا كانت ليل بس السماء فيها نور، وكان مكتوب فيها قرآن بقراءة أول حرف لم أتذكر الحرف وسط القرآن، اسم محمد مكتوب، وجانب القرآن في ملك له جناحين وملك آخر يطير بالسماء بجناحين، وأنا بكبر تكبير العيد وبصحة، وأنا عم بكبر تكبير العيد، أفيدوني جزاكم الله خيرا. وانتهت الرؤيا. أما تأويلها: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الرؤيا تتحدث عن تمهيد للمهدي حاصل بعد العيد، وهذا الذي نعيشه الآن ربما يكون بذلك الأمر بحول الله تعالى. هذا أحبابي في الله مجمل ما جاء في الرؤى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.